اتكلم على الهوا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ شوفوا، لو انا مش عارف شغلي ما اعرفش اقف الوقفه دي. صراحه يا جماعه مش عيب ان الواحد يراجع نفسه. احنا ظلمنا الراجل الطيب ده. هو عشان الراجل طيب ومتواضع. اوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. اوعى حد يزعل مني من اللي هقوله. كل الاقتراحات اللي اتقالت ديت انا اسف ان اقول لكم اي طالب في كليه السياسه والاقتصاد يتكلم فيها. منتصف السنة اللي فاتت الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح مبادرة للحوار. مقال جاء بعنوان الحوار الوطني في مصر تغيير حقيقي أم مجرد سراب؟ يتساءل كثيرون عن دور الحوار الوطني في طرح حلول للخروج من الوضع الراهن وإنقاذ البلاد. احنا ما كناش جزء من المشكلة، بس عايزين نبقى جزء من الحل. استنى يا قرموطي انا هفهمك. استنى اي بني ادم طبيعي يسمع التصريح دوت يقول ان عشان كده زي ما بيقولوا كده يفضل السلاح صاحي مع كافة التيارات السياسية الحزبية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. انا كمان لابس اصفر. يعني انتوا قلبتوا على الراجل مش علشان حاجه هو عملها، لا، اللطيف الظريف ده هو اتقلبتوا عليه علشان المستشارين بتوعه، وخصوصا ولما احنا اتكلمنا على ان احنا لما اطلقنا موضوع الحوار زي ما بدأنا في ابريل الماضي وقلنا ان احنا محتاجين نتكلم مع بعض او نسمع بعض، يمكن كان في كتير من الناس متصور ان احنا هو الموضوع موضوع سياسة يعني. اهو ما تاخدوش تصريح كده اهوت وتقولوا بلاش نظلم الراجل. وبعدين مش يمكن يكون هو انا عمري ما اتكلمت في العلن كده، ودايما كنت لما بقولها كانوا الناس بتوع يعني اللي مسؤولين على الاعلام يروحوا شايلينها يشيلوها من المقطع بتاعي لما تيجي تكون متسجل. مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي، مش هيقدروا يعملوا كده دلوقتي. صحيح اتفتح امامنا مش الباب، الشراعه بتاعت الباب. احنا الشراعه اتفتحت ولسه بنحاول نشوف في ابواب خلف هذه الشراعه، باب ورا باب. انا مش هاكل. يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه، انا بطمن بس. ورا باب. والاختبار للسلطة انها تثبت انها عايزة حوار حقيقي بين شركاء متكافئين لا بين متبوع وتابعين. نبي شفت يا عصام؟ اكفر بقى، اكفر بقى يا عصام عشان العلم اللي انت ماشي وراه ده انت طلعت مش بتشكك في اختراع، ده انت بتشكك في اسطوره. هو قال وهو مرشح ان الناس هتبدأ في جني الثمار بعد سنتين، وان المشروع بتاعه هيكتمل في 8 سنين. الظروف والتحديات اللي موجوده في العالم في المنطقه وفي بلدنا، يعني الظروف اللي موجوده في مصر وفي العالم كله ضغط على الناس. يا جماعه ده الظروف صعبه جدا على الدنيا كلها، ودي ازمه مش بتاعتنا. وهل حصل مستجدات بعد ما هو جه؟ هل الاداء اتحسن؟ يعني احنا هل المؤشرات، انا لسه بقول لك ال8 سنين دول الدين العام فيهم اتضاعف 4 اضعاف الداخلي والخارجي. وكل ده ايه؟ عشان العلم يخيبك. توصف العلم يا عصام، الادب فضلوه عن العلم. المهم الاخلاق، التواضع. من غير تواضع توظف العلم. لا يا خالد، لو مش عارف انا بعمل ايه مش هقدر اقف الوقفه دي خالص. وكل واحد يقول اللي هو عايزه واقعد انا اسمع منه قلب اتعلم يعني. لكن يا باشا ما لكنش، ما عليك، ما عليكش، تفتكر ما افتكرش. معلش يا جماعه بس شويه، بس في صراصير هنا بس يا معلش. توظف القصه يا عصام، توظف فينا احنا. عملنا ايه بالتواضع؟ الراجل حقه يتنطط. يقول لي طب ما الدكاتره بتسيبكم وتمشوا، صحيح؟ مش كده يا خالد؟ ايوه يا فندم. اتكلم. قول بقى يا دكتور، فضلك ما تتكلمش، ما تكملش الكلام. يلا يا علي. نيوتن وقعت عليه تفاح قلب الدنيا. الراجل ده بقى خد الهباب عمله كباب. حقه يتنطط ولا لا؟ الأطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصة عمل في حتة تانية عشان عايز يعيش. شو عايز يعيش؟ هو أنا بديله مرتب كويس؟ اتفضل يا سيدي، ادي 100 وادي عليهم كمان 100. دول صدقة مش مرتب. شفتم موكب المومياوات؟ اوه يا حقود يا بهجت. يعني بيبقى حاز علينا نفسنا، احنا مش اقل من القضاة ولا ضباط الشرطة ولا ضباط الجيش. انا قلت الكلام ده وانا مش عارف اذا كان الكلام ده هيعود عليا بالسلب في شغلي او لكن انا لابد هيعود عليك بالسلب. حقه يتباهى، واحنا كمان نتباهى بيه، ونتباهى باللي يتباهى بيه، واللي بنتباهى بيه هو يتباهى بوه، والباهى بهى بيه، والباهى بهى بوه. سيبوه. انا باخد مرتب 42. طب دول كتير عليا. ما دام انت عارف انت بتعايرهم. فاهم قصدي؟ المبلغ ده
نصه مش هاخده، النص ومش هاخده. طب كده، طب في حاجه تانية اقدر اعملها؟ نعم. تقول لي دكتور محمود ولا محمد؟ بص يا محمد، هو انا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديله مرتب كويس؟ طب يا جماعه بصراحه بقى يعني انا مش عارف اصدق مين ولا مين يعني. ماذا الناس اللي بيقولوا الدكتور عبد المنعم يظهر ليه في قناه غير مصريه سواء الجزيره او البي بي سي، مع احترامي وتقديري ليكم، لان القنوات المصريه الخاصه والرسميه غير مسموح، ده غير مسموح لي ان اظهر في برنامج طبي في مسبيره طبي، يعني ملوش دعوه بالسياسه، وكان النظام بيقول انتم هو قال، مش كانه بيقول، قال ما تسمعوش لحد تاني غيري. ازاي كيف تدار الدوله هكذا؟ لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري جدا. لا يعني ممكن انا انافق سيادتك اسمع اي وممكن حضرتك ترفض لان ده خرج عن حدود الادب. الخبز الى اللحم. فكده فده